في فيلم سونيك الثاني، القنفذ سونيك عاش آخر 8 شهور بسعادة مع عائلة ويتشوسكي، وهو بيفشل كتير في استخدام قواه علشان يكون بطل خارق. لما توم ومادي اللي هم زيه الأب والأم يروحوا لحضور حفل زفاف أخت مادي راشيل في هاواي، سونيك بيتعرض لهجوم من دكتور روبوتنيك اللي استطاع يهرب من كوكب الفطر بمساعدة محارب اسمه كينكلز. روبوتنيك عايز يستغل قوة سونيك، لكن كانكلز عايز يعرف مكان الزمردة الرئيسية اللي بتدي قوة غير محدودة وتقدر تغير الواقع نفسه. سونيك بيتنقذ من الهجوم بواسطة ثعلب طيار اسمه تايلزا، اللي هو معجب كبير بسونيك وبيحلم يكون زيه. سونيك وتايلز بيعملوا فريق علشان يجدوا الزمردة ويحميوها، وبيستخبوا عند الشريف الغلبان مرواد ويبلاوا. في بيت واد، سونيك بيسمع رسالة من لونجا كلو البومة اللي كانت بتعتني بيه، عن مكان بوصلة بتوديهم للزمردة. سونيك وتايلز بيستخدموا الخواتم السحرية علشان يروحوا لسيبيريا علشان يلاقوها. روبوتنيك وكونكلز بيلحقوهم، وكونكلز بيحكي لسونيك إن قبيلته قبيلة الإيدا هجموا لونجاكلو علشان يعرفوا مكان الزمردة، لكن لونجاكلو قتلتهم كلهم علشان تحمي سر الزمردة. كينكلز عايز ينتقم علشان كده. روبوتنيك وكينكلز بيسرقوا البوصلة، وسونيك وتايلز بيتنقذوا بمساعدة توم اللي بيوصلهم لهاواي عن طريق بوابة سحرية. في هاواي، العيلة بتكتشف إن خطيب راشيل راندال ومعظم ضيوف الحفل جواسيس من منظمة اسمها أجي أنيو، واللي مهمتهم إنهم يحموا الأرض من التهديدات الفضائية. المنظمة بتعتقد إن سونيك وتايلز خطر على البشرية، فبيحبسوهم مع توم، لكن مادي وراشيل بيحرروهم، وراشيل بتتصالح مع راندال بعد ما بيؤكد لها إن مشاعره حقيقية. روبوتنيك وكونكلز بيتبعوا البوصلة لمعبد تحت المية، وسونيك بيقرر يروح وراهم لوحده علشان يحمي تايلز من الخطر. سونيك وكونكلز بيتشاجروا على الزمردة، لكن روبوتنيك بيخون كونكلز ويسرق الزمردة لنفسه ويدمر المعبد. سونيك وكونكلز مضطرين يعملوا مع بعض علشان يهربوا، وبيتناقزوا بواسطة تايلز. روبوتنيك بيرجع لمهاجرين هيلزا ويستعيد مساعده داستون، ويستخدم قوة الزمردة علشان يعمل روبوت عملاق. سونيك وتايلز وكانكلز بيرجعوا لجرين هيلز ويحاربوا روبوتنيك مع بعض، لكن لما بيحاولوا يسترجعوا الزمردة بتتكسر لسبع قطع. سونيك بيستخدم القطع علشان يتحول لسوبر سونيك أشنن، وبقوته الجديدة بيقضي على روبوتنيك والروبوت. بعد المعركة كانكلز بيجمع قطع الزمردة تاني ويعد إنه يحميها من الشر مع سونيك وتايلز. التلاتة يعيشوا في سلام مع عائلة ويتشوسكي. وفي مشهد ما بعد الكريدتس، ستون مساعد روبوتنيك بيتهرب من الاعتقال ويستغل منظمة جين علشان يعرف مكان مشروع سري اسمه شادو. وبكده نكون خلصنا حدوتة فيلم سونيك 2. القنفذ سونيك والثعلب تايلز والمحارب كونكلز خاضوا مغامرات جامدة، وقاتلوا الشرير روبوتنيك علشان يحموا الزمردة الرئيسية ويحافظوا على سلامة الأرض. الفيلم مليان أكشن وضحك ومواقف مضحكة، خصوصا لما العيلة بتاعت سونيك تتدخل في الأحداث وتخليها أوض. لو عجبك الفيلم أو عندك رأي عن المغامرات الجديدة لسونيك وصداقته مع تايلز وكونكلز، اكتب لنا في الكومنتات. ولا تنسى تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد من حدوتة أفلام. شكرا ليكم، ونشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.